سؤال. طيب نخش على تاني سؤال. You are the product owner your executive leadership team believes that your product can achieve a higher market share. طيب انا عشان اوفر عليكم بالقرار الانجليزي وبتاع هقول لكم الفكره في ايه. انت بيقول لك ان التيم بتاع الليدرشيب شايفين ان انت المنتج اللي انت شغال عليه يقدر ياخد ماركت شير اعلى. الراجل بتاع السيلز بيشوف علشان تاخد ماركت شير اعلى قلل السعر عشان تاتراكت المور كاستمرز عشان تاخد بروفيت شير اعلى. الراجل بتاع الفاينانشال حاطط ايده على قلبه وعلى بطنه قال لك لا البروفيت تديني في داهيه ما تقلليش السعر انا خايف على البروفيتابيلتي بتاعتي ان هي تتاثر. حلو. فبيقول لك انت كبرودكت اونر بقى ايه السورسز اوف ماركت انفورميشن should you consider when deciding whether to drop the price. تكير عشان هنا سكرام بتلعب معاك لعبه مش حلوه. سكرام هنا بتقول لك ايه المعطيات او ايه المعلومات اللي هتستخدمها علشان تقرر انك انت تدروب البرايس زي ما بتاع السيلز اقترح. تحس شويه ان هو عايز يقول لك ايه ان الحل هنا اصلا. فاهم الفكره؟ هو عايز يقول لك انك انت ايه هتدور على حاجات تماتش الفكره دي. تماتش فكره انك انت تقلل السعر. تاني الهدف من السؤال ده ان انت عندك الاداره عايزه تاخد ماركت شير اعلى. فعندك الراجل بتاع السيلز قال لك عشان تاخد ماركت شير اعلى قلل السعر. عشان اقدر اعمل ايه؟ اقدر ابيع بالسعر القليل ده فاجيب لك مور كاستمرز فتاخد هاي ماركت شير. الراجل بتاع الفاينانس قال لك الكلام ده يخوفني علشان البروفيتابيلتي. طيب الفكره دلوقتي هنعمل ايه؟ او البوينت دي بتتكلم على ايه؟ انت ازاي تقدر تمانج الكونفليكت وما تاخدش القرار بشكل فردي او بشكل فيه ضغط من حد. تعالوا نشوف. دي تقسيمه السؤال. هتلاقي عندك الليبلنج هنا ان انت بتمانج الكونفليكت وده الاكزيكتيف ليدرشيب وده الليدر او السيلز ليدر وده الدايركتور اوف فاينانس. وهنا بيقول لك او عايز يشوف او يتست فيك انت فعلا بتعرف تستخدم الداتا علشان تاخد انفورمد ديسيجنز ولا لا. اوكي. هي دي عايز تستها فيك بالاضافه الى عمليه الكونفليكت مانجمنت. طيب هنجاوب ازاي؟ اول حاجه انا راجل برودكت اونر فانا ما باخدش قرارات على اساس ان في حد بيقول لي مقترح فانا اسمعه او ارفضه. انا ما بعملش كده. انا بروح اشوف الداتا المتاحه بالنسبه لنا ايه نبدا نتكلم عليها. فاول حاجه بنروح نشوف الكاستمر فيدباك على البرودكت وبيانات الاستخدام. الناس بتستخدم البرودكت ازاي او معدل الاستخدام بتاعه عامل ازاي. بعد كده بنشوف الكومبيتيتورز بتوعنا. ما انا مش شغال لوحدي. ما انا عشان اخد ماركت شير فلازم اعرف اللي جنبي بيعمل ايه وواخد ماركت شير اعلى مني ليه او واخد ماركت شير دي ازاي. لازم اكون فاهم ده. لازم اكون فاهم عمليه السيلز ترند يعني المبيعات اللي فاتت دي السعر اثر معاها في ايه. هنشوف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. واهم حاجه التوقعات الماليه. طيب فنجاوب ازاي على السؤال ده. اول حاجه انا بعمل ده ليه؟ انا بشوف الكاستمر فيدباك واليوسيج داتا عشان ابقى فاهم الفاليو بتاعت اليوزر. يعني ايه؟ to understand what users value and whether price is truly apparent. يعني هل في حاجه عندي المستخدمين عايزين يستخدموها والسعر هو اللي عائق ولا لا؟ هل المستخدمين عندهم مشكله في ان هم يدفعوا فلوس كتير عشان خدمه معينه؟ انا هنا ببدا افهم هل الايديا اللي اقترحها الراجل بتاع السيلز ده منطقيه ولا لا من خلال البيانات الفعليه المرتبطه بالبرودكت. طيب الجزئيه الثانيه بتاعت الكومبيتيتور اناليسيز. انت هنا بتشوف ازاي البرايسنج بتاعك مع البرايسنج بتاع الكومبيتيتورز. انت فين من السوق؟ انت بعيد عن السوق. يعني انت عالي قوي عن السوق فبالتالي الناس بتبعد عنك وتروح لحد تاني. فانت لازم برضو يبقى عندك المعلومات دي متاحه. طيب انت بتشوف برضو جزئيه ازاي التغييرات في الاسعار اثرت على السيلز في السابق. ليه؟ ممكن يكون الراجل بتاع السيلز ده بيرجع اي كلام. يعني لو انت عندك مشكله فعلا في السعر فهل سابقا
واجهت نفس المشكله دي اثناء البيع، يعني يمكن المشكله مش في السعر، والمشكله في حاجه تانية. واخر حاجه الفاينانس بروجكشنز او التوقعات الماليه، اللي هو بتشوف انت والله امتى هتوصل لنقطه اسمها البريك ايفن، حاجه كده بتستخدم اللي هو ايه، اللي جاي بقى زي اللي رايح. فاهمين الفكره؟ طيب الكلام ده كله عشان تفهمه محتاج ايه؟ هو اكيد مش متغطي بنسبه كامله في فكره البي او او علم البي او يعني. فاهمين الفكره؟ ده محتاج تكون عندك، هقول لك ما يسمى بالايه، ان انا عارف ازاي اوصل للمعلومه، وازاي اجيب المصادر اللي استخدمها عشان اخد القرار. يعني انت مش مطالب منك تبقى راجل سلسجي، ولا راجل بتاع ماركتنج، ولا راجل بتاع فاينانس، مش مطلوب منك كده خالص. بس مطلوب منك تعرف من اين تؤكل الكتف، يعني تعرف المعلومه دي، او عشان اخد قرار هنا ايه المعلومات اللي انا محتاجها عشان اقدر اقرر قرار زي ده. تمام. وده هيكون شكل الاجابه الايه النهائيه. لحد هنا كلير الجزئيه دي، ولا فصلتوا مني ولا ايه يا شباب؟ طمنوني عليكم. شباب معايا ولا ايه؟ الو. لا تمام، انا بس كان عندي بوينت هنا كنت عايزه اسال عنها. اتفضل. هو هل الجزئيه دي انترسكت شويه مع البرودكت مانجر؟ يعني انا حاسه ان السؤال يعني حادف شويه على البرودكت مانجمنت اكتر يعني. هو بشكل عام البرودكت اونر من احد ادواره، او نقدر نقول بيتقاطع مع البرودكت مانجر في حاجات كتير. بس آه يعني عاده فكره الاستراتيجي يعني الاستراتيجية نفسها بتبقى أكتر مع البرودكت مانجر. يعني البرودكت اونر عادة بيبقى مسؤول عن التكنيكس أكتر والهاو مثلا، لكن اللونج تيرم مثلا جولز والحاجات دي أكتر بتبقى مع المانجر، لو اوكي. التولز موجودين في البرودكت يعني. انا مش مختلف معاكي، ويمكن يكون ده اعتقد انت جايباه من الواقع، من اللي انت شفتيه في الواقع، صح كده؟ بالظبط كده. بالظبط، انا متفهم ده. هو اكشولي برودكت اونر يعني، هو في الحاله بتاعتك دي هم البرودكت اونر بقى اكتر راجل بينفذ تاسكات اكتر شويه من ان هو بيكون بياخد قرار استراتيجي. اوكي. لكن البي اتش بي او هي من ضمن الناس اللي نقدر نقول كده ايه، اللي يقترح عليهم ان هم ياخدوها البرودكت مانجرز باي ذا واي يعني. يعني البرودكت مانجر ممكن ياخدوا الشهاده دي وهتكون مفيده بالنسبه لهم، لان هي بتانترسكت مع الادوار بتاعتهم كتير. اوكي. اوكي، يعني هو برضو كان من ضمن الحاجات اللي قرأت عنها قبل كده فكرة ان من ضمن الرولز بتاعت برودكت مانجر ان هو ممكن يقوم بدور البرودكت اونر ان كيس ان البرودكت مانجر هو الشخص الوحيد المسؤول عن المانجمنت في التيم، او البرودكت مثلا يعني مش محتاج التولز ان هم يكونوا موجودين. في ساعتها البرودكت مانجر هيكون مسؤول سواء عن الاستراتيجي او التكتيكس اللي هيتم التنفيذ بيها الاستراتيجيه دي او الوصول ليها يعني. آه، هو للامانه يعني ما ينفعش يكون في عندي بي او بي ام يعني. هو البي او خلاص موجود. فاهم الفكره؟ او اخلي البرودكت مم. مانجر يبقى هو البي او، يعني تحط لي الاثنين مع بعض. فالتاني ده مش بي او، يعني ما تسموش بي او، سميه اي حاجه بس ما تسموش بي او. نسمي اوكي. البرودكت مانجر برودكت اونر يعني. المسميات شويه يمكن في السوق يشوبها بعض الاخطاء، او مش عايز اقول اخطاء، ممكن يكون اللي بيحط الاورجنايزيشن ستراكشر يعني مش عارف، يعني ممكن يكون عنده عدم معرفه كافيه بفكره السكرام مين فيها وبيعمل ايه. لكن اكشولي هو البرودكت اونر طالما موجود، فانت خلاص، خلاص خلي البرودكت مانجر برودكت اونر بس، بمنتهى البساطه. ان الرول دي، ان البرودكت اونر اهو، ده احد الاسئله اللي موجوده في البي اس بي او 3. فاهم الفكره؟ بالظبط كده، يعني هو استراتيجيك جدا، يعني هو سؤال استراتيجيك جدا. جدا. كل او اغلب الاسئله اللي بتلاقيها موجوده في الامتحانات، في الامتحانات بتاعت البي اس بي او 3 كلها استراتيجيك. ما فيش حاجه بتتكلم على مستوى انك انت هترتب الباك لوج ازاي. فاهم الفكره؟ يعني مهم. مش بيقول لك هترتب الباك لوج ازاي. الاسئله دي نادره اوكي. قوي لما تيجي. عشان كده بقول لك يمكن السوق شويه
مش عارف يفهم الرول بتاعت البرودكت اونر. ويمكن ده من ضمن الاسباب اللي خلتني عملت السيشن دي، ان ما حدش بيتكلم عن البي اس بي او 3 خالص. هو الناس وقفت لحد بي اس بي او 1، ويعني بي اس بي او 2 ما حدش، تحديدا في السوق العربي يعني ما لاحظتش ان حد كتير دخل وغاص شويه في البي اس بي او 3. لكن لا، اكشولي بي اس بي او 3 بتشو يو ان البي او هو راجل استراتيجيك ليدر بمعنى الحرفي للكلمه، بس هو مش واخد مساحته في المؤسسه. ودي مشكله بتواجه كتير من البرودكت اونرز. اوكي، جاوبتك على ميرسي جدا على سؤالك ولا؟ التوضيح. لا تمام، ميرسي جدا. طيب، خلينا نخش في سؤال تاني. هو